ازيكم؟ انا عمر الجبلي. النهارده هوريكم اطالات لعضلات الجسم كلها. الاطالات دي تقدر تعملها بعد تمرينك. الاطالات دي هتخلي الوجع بتاع عضلاتك بعد التمرين يقل اكتر بكتير، وهتزود مرونة عضلاتك بشكل عام على المدى البعيد. كل اطالة من دول هنعملهم لمدة 30 ثانية، وبعد كده هننتقل للعضلة اللي بعدها. هنبدأ من اول فوق وهننزل واحدة واحدة بالتدريج لحد ما نوصل لرجلنا. الروتين ده هيبقى فولو الونج، يعني تقدر تشغل الفيديو وتعمل الاسترتشات معايا بعد ما تخلص تمرينك. قبل ما نبدأ الإطالات عايزك تطلع من مود التمرين خالص، عايزك تبدأ تريلاكس، تسترخي، خد نفس عميق، طلعه بالراحة، كرره لمدة 10 مرات، وبعد كده هنبدأ الاسترتش بتاعنا. النفس ده مهم جدا عشان ده يخلي عضلاتك تسترخي من الشد اللي فيها في التمرين، وده هيكون مفيد جدا وانت بتعمل إطالات. أول حاجة هنبتدي نعمل لها إطالة هي عضلات الرقبة. هنبدأ من فوق، فهتبتدي ان انت تمسك دماغك بالشكل ده، هتميل ناحية الجنب التاني وتشد بإيدك بالراحة. خلي بالك ان انت مش عايز الاسترتش يكون شديد قوي، انت محتاجه يكون متوسط. ممكن تلف رقبتك كمان اكتر لو حابب ان انت تزود الاسترتش. بعد كده هنسويتش للجنب التاني، وركز ان انت تتنفس ببطء وبشكل مستمر وانت بتعمل كل الاسترتشات عشان العضلات بتاعتك تسترخي كويس. بعد ما نخلص ال 30 ثانية في الرقبة هنبتدي نشتغل على الكتف. هنركز على الكتف الخلفي من الجزء هنا، عن طريق ان احنا هنحط كف ايدينا، هنضمه كده ونحطه على كوعنا ونبدأ نشد بالشكل ده. ما تخليش كتفك يبقى مرفوع قوي، حاول تسحبه لتحت وشد بكوعك. الناحية التانية. بعد كده هنخش على عضلة الترايسبس، وهناخد جزء من اللاتس او جزء من الماجنوس والعضلات اللي هنا، عن طريق ان احنا هنرفع ايدينا لفوق، نحطها على لوح الكتف اللي ورا الناحية التانية، ونمسك الكوع ونبدأ نشده. حاول ان الاسترتش يكون خفيف، ما يبقاش شديد قوي، من خفيف شوية المتوسط. وهتركز ان العضلات المعينة اللي هتلاقي ان فيها ألم اكتر او ان هي تايت او مشدودة اكتر، اثبت وقت اطول فيها. انا مثلا دلوقتي حاسس ان اللاتس واخر الترايسبس شادد، فبالنسبة لي هثبت وقت اكتر فيه. بعد كده هنخش على الشيست، عضلة الشيست وشوية البايسبس. هنروح في اي كورنر او باب عندنا في البيت او في اي مكان، المكان اللي احنا فيه، هنحط ايدينا في نفس مستوى الكتف، وهنبتدي ان احنا هنبقى باصين كده لقدام، ايدينا مفروده جنبنا. هنبتدي نضغط كتفنا كده لقدام ونسترتش. تحاول تلف بقى على قد ما تقدر وتسترتش عضلات الصدر، وشويه هتحس بالكتف، البايسبس ممكن. وهنثبت 30 ثانيه.
في الاسترتش ده برضو حاول ان انت تجرب اوضاع مختلفة. حاول ان انت ترفع ايدك لفوق شوية، تنزل ايدك لتحت شوية. هتلاقي في اماكن معينة عندك شد اكتر من الاماكن التانية، حاول تثبت فيها اكتر. بعد كده هننقل على الجنب التاني، سواء في نفس المكان او هتروح في حتة تانية. نفس الكلام، احط ايدي في نفس مستوى كتفي وابتدي ان انا استرتش. حاول برضو تحرك كتفك لفوق لتحت، تشوف اني اكتر حتة شد عندك وتثبت فيها. ده هيحسن الاستشفاء العضلي اكتر بكتير بالنسبة لك ويريحك في الايام بعد التمرين. بعد ما نخلص عضلات الصدر هنبتدي ان احنا نشتغل على الجناب، العضلات اللي في الجناب. هنفتح رجلنا شوية وهنبتدي ان احنا نحط ايدينا في جنبنا، نرفع دراعنا ده نفرده، بعدين نبتدي نميل وهنضغط بدراعنا التاني في وسطنا ونحاول نحس بستريتش هنا. فاضغط وسطك في الاتجاه ده بحيث تحس بالستريتش. مع الوقت هتبتدي تحس ان العضلة بتفك اكتر، وساعتها تقدر تنزل لتحت كمان وتستريتش العضلة. هنرجع بالراحة، نبتدي نروح على الجنب التاني. بعد كده هنشتغل على الظهر. هننزل على الارض بالشكل ده وهنبتدي نرفع رجل نحطها جنب ركبتنا التانية. اوكي، وساعتها هنبتدي نروح بالكوع العكسي. فانا دلوقتي رجلي كانت هنا، تنتها حطيتها جنب ركبتي، الدراع العكسي بتاعها احط كوعي في ركبتي وابتدي ان انا اضغط واحاول اروح للناحيه التانية على قد ما اقدر. هتعمل تويست كده، هتلف العمود الفقري وهتبتدي تحس بستريتش في العضلات اللي ماسكاه. بعد كده هنروح على الجنب التاني. بعد كده هنبتدي نستريتش البطن واللور باك، قطنيه، طريق ان احنا هننام على الارض، هننام على بطننا، نحط ايدينا بالشكل ده، تيجي نزق بكوعنا لفوق وتنفس. تبدا تحس بستريتش في بطنك وفي اسفل الظهر. ممكن تحس بستريتش في حاجه منهم اكتر من التانية بسبب ان دي هي المرونه بتاعتها اقل او شد اكتر. لو حسيت ان الضغط ده مش عامل لك ستريتش كفايه وان انت تقدر تطلع اكتر، هتبتدي تزق بايدك ترفع كوعك من على الارض. بس زي ما قلت لك الاسترتش مش المفروض ان هو يكون استرتش شديد، المفروض ان هو يكون متوسط. بعد ما خلصنا الاسترتش ده هنقوم بالراحه
ونبدأ نعمل ستريتش لعضلات الرجل الأمامية. ممكن تسند على حاجة يبقى أفضل لو توازنك هيختل، وتقدر ان انت تمسك مشط رجلك، وهتحاول ان انت تشد ركبتك لورا، بس في نفس الوقت وسطك تزق لقدام. لازم وسطك يروح قدام كده عشان تحس ستريتش في الأمامية. بعد كده هنروح على الجنب التاني. زي ما قلت لك، حاول ان انت تزق وسطك لقدام وركبتك ترجع لورا عن طريق ان انت تسحب اجمد بايدك. بعد كده ننزل بالراحة، نضم رجلنا على بعض، هنعمل ستريتش للعضلات الخلفية، خلي ركبتنا مفرودة، مهم جدا. وهتبتدي تحاول ان انت تخلي ظهرك مستقيم وتنزل على قد ما تقدر. مش مهم تقدر تنزل قد ايه، بس حاول ان انت كأنك عايز تنزل تلمس الارض وهتثبت. ممكن تكون المرونة بتاعتك اقل من اللي عندي، فممكن تبقى فوق، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان انت تحس بستريتش هنا. وممكن تبقى مرونتك اكتر مني، انزل بالدرجة اللي تناسبك. تقدر في الاسترتش ده تتني ركبة والتانية شوية عشان تبتدي تحس ان العضلة بتفك معاك. نطلع بالراحة بعد ما نخلص. ودلوقتي هنعمل استرتش لاخر عضلة، السمانة. هنروح على حيطة، هتحط ايدك على الحيطة وهتبتدي ترجع رجل واحدة لورا بالشكل ده، وتبتدي ان انت تحاول تنزل بكعب رجلك على الارض. المسافة اللي هترجعها قد ايه بتعتمد على احساسك بالعضلة شدت ولا لأ. لو حاسس ان انت في الوضع ده مش عاملها ستريتش كفاية، ارجع ورا اكتر واضغط عليها. تقدر ان انت زي ما قلت لك تغير وضع رجلك، كعب رجلك اللي تحت تلفه للجنب، تزق ورا اكتر لحد ما تحس بستريتش جامد في السمانة. وركز ان ركبتك اللي ورا ما تتنيش خالص، تتنيش لا، زق افردها ورا عشان تحس بالاستريتش. بعد كده تطلع بالراحة، تحط رجلك قدام، تبدل بالرجل التانية وتنزل. انا دلوقتي مش حاسس بستريتش كفاية قوي، فابتدي ارجع رجلي ورا اكتر. كل ما برجع ورا كل ما بحس بالاسترتش. زي ما قلت لك برضه تقدر تلف رجلك للجنب ده للجنب ده، تشوف ايه اكتر النقط اللي مشدودة عندك وتفكها. بعد ما نخلص هنرجع بالراحة. دلوقتي هننزل على الارض عشان نرتاح، هناخد التشايلد بوز. هننزل نقعد، نفرد مشط رجلنا ورانا، نمد ايدينا لقدام، ننزل لتحت، تنفس ببطء وحاول تسترخي خالص. ممكن كمان تتني كوعك، ترتاح. خليك كده لمدة 30 ثانية. بعد كده اطلع بالراحة خالص، هتقعد، هتريح ظهرك على الأرض وتنام. غمض عينك، خليك كده لمدة دقيقة أو 2.
نفس ببطء وبعمق. بعد كده هتقوم بالراحة خالص، وبكده نكون خلصنا الاسترتشات بتاعتنا. هتخليك في مود ريلاكست خالص، تقدر بعدها ان انت تاخد شاور، تروح البيت، تنام، ترتاح خالص. كده عرفت روتين بسيط تقدر تعمله بعد التمرين بتاعك وتعمل استرتشات وتريلاكس خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، قولوا لي عايزين فيديوهات تانية عن ايه. اشوفكم في فيديو جديد الجمعة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.